ابن محمد عبد المجيد عبد المقصود جاني ايمن راضي رئيس الشعبه فجاه وانا قاعد في الدكان، قال لي فين ابنك؟ فقلت له ليه، في ايه يعني؟ قام قال لي احنا عايزينه علشان ايه، ناخد منه كلمتين ونديهولك وحتى تيجي معانا. فطبعا ابني كان مسافر الصعيد وهو شغال في الصعيد بيوزع شغله في الصعيد. فطبعا اتصلت بابني وابني جه واحترمنا الضابط ورحنا الشعبه علشان ياخد منه كلمتين، فقبض عليه واتهمه بتهمه باطله في عمليه المظاهرات. فطبعا كده ما يرضيش ربنا. فطبعا احنا رحنا قابلنا النائب العام وقدمنا شكاوي هناك في النيابه ب2 شهود ان هو مش مقبوض عليه. وطبعا تم الافراج على ايه؟ تم الافراج وفرجوا عني. بعدها بحوالي شهر ونص بصينا لقينا جه الضابط قبض عليه تاني. كسروا باب الشقه وخدوا مراتي وخدوا بنتي وبنت معاقه وبهدلونا احلى بهدله. اسمها ايه بنتك يا حاج؟ رضا عبد المجيد عبد المقصود، معاقه ذهنيا. عندها كام سنه؟ عندها 18 سنه. وبعدين الضباط خدونا وبهدلونا وراحوا قبضوا على مراته ومعاها بنت وولد وخدوا نسيبه وبهدلونا. دي في الاسم قعدوها يومين وقعدوا مراته يومين وقعدوا مراته يومين. فما يرضيش ربنا الكلام ده يعني. ورغم ان احنا لو رحنا ووصلنا للنائب العام وكلمنا النائب العام وقدمنا كمان طلبات بالشهود ان هم ولا لهم اي حاجه في المواضيع دي خالص. خدوا محمد اخوه بداله، راحوا خدوه من البيت وبهدلوه، فسخوا عليه الشقه وفسخوا الشقه اللي قصاده وقالوا له تعالى انت حماده، قال لهم انا مش حماده. طب هاتوا الرخص، قال لهم انا معيش رخص ولا انا سواق. فبهدلوه اخر بهدله وخدوه وسابوا مراته جت تتصل بيا تعالى خدي شوفي محمد. خدوه علشان ايه؟ بيقولوا ده حماده. بعد 3 ايام قعدنا ندور على ابني، بعد 3 ايام عرفنا ان هو فين. فخدوه برضه بتهديد وراحوا طالع على الزقازيق، لقى مرات اخوه هناك، راحوا واخدين مرات اخوه برضه بهدلوها اخر بهدله. جه ابني طلع متبهدل اخر بهدله من الكهرباء ومن التعذيب وفي الثلاجه وفي حتت ما نعرفهاش. انا زوجة حماده ابراهيم البسيوني. انا كنت عند والدي في الشرقيه وبعدين جم الساعه 2 بالليل خدوني ورحت الاسم في الزقازيق. بيتوني هناك، قعدت تاني يوم العشاء. حصل لي تهزيق واهانات كتير منهم هناك علشان يعرفوا جوزي فين. كلموهم من تليفون اخويا، كان اخويا معايا، اخويا ووالدي جم ورايا فقعدوه معايا نفس الوقت اللي انا قعدته. خدوا التليفون منه واتصلوا بجوزي وقالوا له سلم نفسك وهددوه عشان هو هم واخديني. سلم نفسه فعلا تاني يوم العشاء. وكان يوم 18 ومسجلين هناك ان هم قبضوا عليه يوم 22 من الشقه، والشقه بتاعتنا اتفسخت ما لقوش فيها اي حاجه. زوجة اشرف شعبان داوود واخدينه من يوم 16/4. من تاني يوم تالت يوم جم قاموا فتحوا الباب، فسخوا الباب اللي تحت وبعدين طلعوا فوق ما لقوهوش لانه هم واخدينه عندهم اصلا. وبعدين البنت بقت تصرخ، لما بنتي بتصرخ قامت ضربها وقال لي بقول لك فين بطاقته او كان هياخدها اساسا. وانا صرخت وقلت له انت تاخد بنت بنوت. حسن الزوج بمقلد، والد معتقل محمد حسن الزوج بمقلد. ابني كان جاي من السعوديه مع تصريح عمل ساري، تاشيره دخول وخروج وتاشيره دخول وخروج تاني، وجاي يستخرج رخصه درجه اولى وماشي ومعاه تسريح عمل ساري. يوم 16 واقف مع اصحابه قدام القهوه، البيت جنب القهوه. واحد من ضابط المباحث قال له جه حط ايده على كتف محمد، قال له محمد تعالى انا عايزك. خده قعدوا معاه في عربيه بيضاء ميكروباص تحت البيت، وطلع لي 2 بشوات طلعوا قالوا دي مكتبتك. دخلوا على التلفزيون على جهاز كيس الكمبيوتر، قلت لهم ده بتاعي باسم الوالد باسم ابوه باسمني. ودخلت جبت الفواتير. واحد من الضباط قال للتاني شافوا كرتونه الشاشه وكرتونه بتاع اللي هي كيسه، قال له ده الكرتونه فوق، كراتين فوق. ما القالوش بال، يعني ما حطش في دماغه ان الكراتين موجوده. جبت له الفواتير دي من 2006 بقى لهم 2 سنين باسم الاب، رغم كده خدوه. اتفاجئنا بعد كده، الكلام ده يوم 16، اتعرض يوم 26. الفتره دي كان فين؟ ما اعرفش. رحت شفت ابني اعرض الامر ده
على كل ما هو مسؤول في البلد، على امن مصر وامن المواطن. ابني محلوق الشعر، حليق الشعر، كلبش في ايده، اللي جاي يعني معزز مكرم من دول الخليج، في ايده كلبش، شعره حليق، ابيض، لبس ابيض لون الارض، حزن وصواق. هل الانسان المؤمن المسلم او المصري يهان في بلده بهذا النظام؟ ماشي. رحنا زياره بعد اسبوع، قال لي يابا كهربوني، قال لي يابا ربطوني على ترابيزه وقعت 3 مرات. انا عايز وزير الداخليه، اي مسؤول في امن البلد، الامن والامان، امن البلد على عينينا. فين امن المواطن؟ امن ابني فين؟ اللي يتهان ابني دلوقتي اتشتت، لا عارف اصفره ولا عارف انه يشتغل. بيقول لي انا بنسى ليه؟ أنا في المتهم محمود أبو بكر أحمد السبايا. أخويا وهو جاي أثناء عمله ده الطبنجة الميري يوم 6/4 وهو جاي من شغله، وجاي يوم 7/4 الساعة 7:30 صباحا تم تسليم السلاح الميري وسلمه إلى رئيس المباحث محمد حمودة. وجاي محمد حمودة سابه روح ومفيش أي حاجة، وجاي محمد حمودة بعدها بيومين من 9/4 الساعة 2:30 بالليل بعت له وراح إلى منزل العمدة، اتكلم معاه شوية وقال له أنت لقيت السلاح إزاي؟ قال له لقيته وأنا جاي من الشغل، وقمت بتسليمه تاني يوم الصبح الساعة 7 صباحا. فاتكلم معاه شوية وقال له خلاص يا محمود روح أنت مفيش أي حاجة عليك. فجه تاني يوم 10 بعت له مخبر المركز الى الشغل بتاعه، فقال له تعالى كلم محمد حمودة عشان عايزينك في سؤالين. فراح ومن يومها ما جاش على كده. فجينا بنسال لقيناه عامل محضر اللي هو قام بتهمه سرقه السلاح والضرب العسكري، وعمل له محضر كبير يعني. فجه رحنا اتحبس هو يوم 10 ومعروض على النيابه يوم 21/4. فراح العسكري اللي اتاخد منه السلاح الى النيابه وقال ان السلاح وقع مني اثناء تحديد حرب ساعه ما كان الجمعيات بتحدف الطوب عليا، وانا ما اعرفش مين اللي خد مني السلاح وقع مني وانا بجري. وجاء حضر العمده وشاهد ان محمود مسلم السلاح يوم 7/4 يوم 7/4 الساعه 7 صباحا، وان محمد حمودة بعت لمحمود يوم 9/4 الساعه 2:30 بالليل عند العمده، والعمده قال اللي هو مع محمود مقبوض عليه يوم 10/4 الساعه 2 الظهر، ومن يومها لحد دلوقتي ما جاش. هو ده اللي حصل. جميل. جالي ضابط اسمه احمد الشربيني فقال لي اخوك يعني طلبته وجرى مني، فهاتهولي على اساس ايه يتاسف له وهمشيه، ودي ايه رقم تليفوني. فطبعا جبت اخويا فبوديه للظابط وقال لي اتصل بيا في اي حته وانا هطلع لك بره. فطلع لي بره الاسم، قال لي في الاسم اول، فطلع لي بره الاسم وخده وقام دخله جوه ما سكتوش لغايه الان. اتقبض عليه يوم 15/4 اتعرض على النيابه يوم 22/4 وعملوا له فرد و3 كمبيوتر و4 اكياس وذخيره. انا اخت المتهم احمد كامل احمد محمد. جم اخدوه من البيت بالليل 2 ضباط، وبعدين بعد ما اخدوه راحوا ناحيه البوكس قعدوا يتخانقوا، ده عايز يعمل شاشه تلفزيون والتاني شاشه كمبيوتر والتاني عايز يعمل تلفزيون ملون 21 بوصه. فجه ظابط تالت خالص خدوا ده اسم اول ما نعرفش عنه حاجه لحد يوم 21. اما جوزي بقى جم خدوه من محل مفروشات عاملينه في شارع الصاغه، وقالوا له في سابقه لسه ما اتثبتتش في الدوسيه وتعالى كملها. فجوزي قال لهم ده وقت مكهرب والبلد متكهربه ما ينفعش اروح القسم دلوقتي. قالوا لا احنا عارفين ان انت مالكش اي دعوه بحاجه وتعالى معانا بس وترجع على طول. وبعد كده لما خدوه عملوا له طبنجه وذخيره وما شفتوش الا يوم 23 في قلب النيابه. انا شيماء اخت محمد وعندي 16 سنه، وكان الضابط يجي يسال على محمد ما يلاقوهوش، فجي في يوم الخميس بالليل خبط وفتحت له وقال لي قعد يسالني على محمد ما لقيتوش. المهم قال لي طب البسي وتعالي معايا، وقام واخدني ووداني وركبت معاه العربيه وكلها موبيلين، وقام واخدني وامه عمي بقت تقول له ما ينفعش دي بنت لازم تنزلها من الميكروباص ما ينفعش تاخدوها. قال له لا احنا مش هناخد الا ديت ولحد ما تسلموا محمد. فالمهم قام واخدني وقام ماشي وقال لهم المهم احنا البنت معانا لما تجيبوا الولد ابقوا تعالوا استلموها.
المهم قام واخدني وقام موديني القسم في الشعبة، وقعدني بالليل في اوضه ضلمه ومعايا 2 موبايلين، وقام قال له خلي ديت في يعني تبع الضابط هيثم. وعمي جه بالليل يسال عليا، قال له احنا ما استلمناش، احنا ما خدناش، ما اختطفناش بنات. قال له ازاي ده انتوا لسه واخدينها من البيت؟ قال له احنا ما عندناش حد. المهم قام ماشي، وقام عمي جه الصبح، عمي التاني جه الصبح وقام طلعني من القسم. قال له طب فين محمد؟ قال له طب هات البنت الاول. قال له لا احنا مش هنسلمك البنت الا لما تدوني محمد. قام محمد مسلم نفسه، وقام عمي شددني وقال لي طب اطلع بره. الظابط قال له طب استنى، قال له لا هي مش هقعد اكتر من كده، وقام طلعني.